أبويا بيشتغل سواق وبقاله فترة بيتخانق مع ماما كتير، وخصوصا من مصاريف دراستنا أنا وإخواتا. والنهارده وأنا راجع من المدرسة شفت أبويا بالصدفة، فقولت لسواق الميكروباص: قرب من العربية اللي ماشية هناك، ده ما تخافش، ده بابا، وهخليه ياخدنا في طريقه بدل منزل واركب تانا. لما تشوف اسم سيدنا محمد ما تتكبرش واعمل إعجاب وصلي على النبي. الراجل بكل نية صافية فضل يقرب من أبويا لحد أما بابا شافنا وأنا عمال أشاوله. بس تقريبا كده أبويا فاهمة غلط وافتكر إن الراجل خاطفنا وبشاور له استنجدبه، لأن كان منتشر عندنا خطف الأطفال ده. المهم أبويا راح مفرمل قدام العربية وراح مسك السواق وقال له: واخد ابنه ورايح عفين يا حرام العيال، واقعد يضرب فيه. يا حرامي العيال. وأنا من الصدمة ما بقتش عارف أقول لبابا إيه، والناس سلكت الراجل من تحت إيد بابا بالعافية. ولحد دلوقت مش عارف أقول لبابا إن الراجل اللي تضرب ملوش ذنب.